السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألت أي راجل متزوج، أنت وزوجتك لحد الآن مكملين مع بعض ليه؟ أو ليه مكمل كل الفترة دي مع مراتك؟ هيقول لك ربما بتحافظ عليا، بتصوني، بترضى بأي شيء، بترضى بالقليل، استحملتني كتير، بتريحني، بتفهمني بالنظرة، بنت ناس محترمة. لكن مش هتلاقي واحد مستحيل هيقول لك عشان طويلة، عشان بيضة، عشان شعرها أصفر، عشان عينيها مش عارف إيه، عشان من المناظر. الرسالة دي بوجهها لكل واحدة أو واحد بيسمع هذا الفيديو. زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير، ربما التبرج والمناظر والبنطلونات واللبس الضيق هيجيب لك عريس، بس مش هيكون راجل ولا هيكون صاحب دين وخلق. دي رسالة بسيطة ومختصر بسيط إن التبرج مش هيجيب لك عريس زي ما قلنا، ورسالة لكل راجل ولكل شاب دلوقتي بس تقدر تفهم يعني إيه فاصفر بذات الدين تربط يدك، ضربت يدك. طبعا إيه ليه؟ ان احنا دلوقتي بندور زي ما قلنا، ممكن الواحد للاسف يصاحب واحده واثنين وثلاثه، لكن للاسف لما بيروح يتزوج ما بيدورش على اللي صاحبها، بيدور على واحده بمواصفات تانية. ازاي الكلام ده رسالة لكل واحدة. عشان كده ما ترخصيش نفسك ولا تكوني سلعة رخيصة، لأن معطيات الزواج ومفهومات الزواج بتختلف، والحسبة بتبقى متغيرة تماما عن المناظر وعن الشكل وعن الطول وعن مش عارف ايه، لأن هذه أشياء ربما تزول مع مرور الزمن والوقت. لكن اللي هيفضل زي ما ربنا قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده اللي هيفضل وده اللي هيكمل، ده اللي بيدور عليه كل شاب، وده اللي المفروض تكون عليه كل فتاة.